انت خدت اعلى اصوات في مصر. اه، اعلى في تاريخ البرلمان اعلى المصري. مستشار مرتضى. اعلى منه طبعا. اه. مستشار مرتضى منصور واخد 84 الف صوت، انا واخد 95 الف صوت الا الصوتين، 94 الف 998 صوت ده اعلى ريكورد في تاريخ في الانتخابات. تاريخ البرلمان، الى ان جاء الاستاذ محمد ابو العينين مم. في الانتخابات اللي مش دي اللي قبلها. لا بلا. اه، كسر هذا الرقم في دايرته هنا في الجيزه. فاكر الحلقه الايقونيه بتاعت مستشار مرتضى على الفرعين لما سبت له القناه وقعد؟ اه، حصل اليوم ده. لا والله، هو المستشار مرتضى كنا احنا قبلها كنا عاملين حلقه او حلقتين، وبعدين قال لي ايه، انا عايز اني نعمل حلقه. قلت له بقول لك ايه، انا مش هتبقى انت الضيف الدائم، انا عندي اقتراح. قال لي قول. قلت له يا عم اعمل برنامج، وانت انا هاخد منك فلوس يعني ولا مم. إيه يا مع المستشار؟ ده احنا عشرة عمر يعني. وبلديات. اه، قال لي والله حلو. قلت له هتسمي البرنامج ايه؟ قال لي اسميه على مسؤوليتي. اللي هو دلوقتي اسم قلت البرنامج استاذ احمد موسى. اه بالظبط كده. قلت له يا عم وانا عايزه على مسؤوليتك. تمام. المهم قال لي خلاص اتفقنا وبتاع، وبقول لي نكتب عقد. قلت له عقد عليه، احنا بينا وبين بعض عقود. انت قول انا عايز اقدم برنامج وانت عايز تقدمه. قال لي يوم الجمعه. قلت له الساعه كام؟ قال الساعه 10. قلت له خلاص، انا هحط برنامجك على الخريطه، بس ما تجيش اليوم اللي مش هتيجي فيه تعرفني عشان ما اقعش انا هوا. مم. قال تمام ماشي. قال لي العلاقه بيني وبين المستشار مرتضى منصور يعني علاقه ابديه. ما اتخانقتوش بعدها مع بعض؟ لا، اتخانقنا وصالحنا 300 مره. مم. لا لا لا، يعني نتخانق الصبح نصطلح بالليل كده يعني. اكيد. فالمهم جه الحلقه دي، فاكرها. كان الراحل الزعيم الراحل الرئيس محمد حسني مبارك قاعد ينتظر هذه الحلقه. لا. اه والله. انت مين قال لك؟ هو الرئيس مبارك كلمك؟ كلمني انا. الساعه بقت 10 وربع، وعمنا المستشار ما ما طلعش. طلعش. كان بيرص الورق. كويس. لقيت تليفون بيضرب عندي في المكتب، مكتب رئيس القناه. رديت. الو. قال لي توفيق. قلت له ايوه يا فندم انا توفيق، مين معايا؟ قال لي انا حسني مبارك. قلت له اهلا في سياده الرئيس. اهلا بحضرتك، امورنا يا فندم. قال لي هو مرتضى ما طلعش ليه؟ مش قال يطلع الساعه 10؟ قلت له ثانيه واحده يا فندم هنزل، هو هو بيجهز نفسه بس في المكان المخصص وهيطلع، انا هنزل له فورا دلوقتي. اقول له ان سعادتك. قال لي اه اقول له عشان عايز اشوفه قبل ما انام. قلت له حاضر يا فندم. فالمهم حط السماعه، نزلت جري ل المستشار مرتضى. قلت له الرئيس مبارك بيسال بيقول انت متاخر ليه؟ قال لي بجد؟ قلت له والله العظيم قاعد استناه. قال لا انا طالع اهو. دي كانت اول مكالمه من الرئيس مبارك ليك ولا كان في لا مكالمات لا قبل لا، كده؟ الرئيس مبارك قعد حوالي 6 شهور يكلمني كل اسبوع مرتين يعني، ده كل ده بعد بعد ما بعد اقيل ما مشي. من منصبه يعني. اه. طب وبعدين الحلقه عملت ايه تاني؟ يعني انت استفتحت بمكالمه رئيس الجمهوريه السابق. اه، كملت بايه بعد كده؟ اقول لك، انا بقى لقيت مرتضى انت عمنا مرتضى منصور انتشى بقى طبعا. مبارك منتظر. قلت بس الحلقه دي هتبقى حلقه غير عاديه. دي حلقه ايقونيه. اه، قلت له يلا يا عم. قال اعمل حسابك تقعد هنا عشان انا اعمل معاكم دخله. قلت له مداخله مين؟ انا مش عارف افتح عينيا. سبت القناه وروحت نمت. مصر كلها مصر كانت كلها بتطلبك. بتتفرج على الحلقه الا انا نايم. لا واكيد تليفونك مش هيبطل. لا انا قفلت اصلا. التليفون بقى. اه، اتفرجت عليه في الاعاده. بس بعد لما اذاعه فتحت الاعاده القناه اتقفلت. اصلا. اه. هو بصراحه كانت حلقه. انا كنت في الساحل الوقت ده، الحلقه دي كانت في الصيف، وكان يوم جمعه، فاليوم اللي الناس بتخرج وتسهر امم. فيه. بقول لك اماكن السهر كانت فاضيه، الناس كانت بتتفرج على الحلقه، انا امم. كنت خارج قعدت اتفرجت على الحلقه، الحلقه خلصت تقريبا الفجر. اه، خلصت يعني الفجر فعلا. فكانت حلقه تقريبا مصر كلها فعلا كانت قاعده كانه ماتش. ايوه. والقناه اتقفلت بعدها. طب اقول لك قفلت ليه؟ لا هم بقى فوجئت ان ما هو الاخ اللي اسمه محمود، اسمه إيه؟
احمد المسلماني مسلماني. كان في الوقت ده هو مستشار الرئيس عدلي منصور، ايوه. طلب من الجهات المعنيه اغلاق القناه بسبب الحلقه اللي قدمها المستشار مرتضى وتعدى فيها بالقول واللفظ على عدد من الشرفاء والمش عارف ايه. هو ما سابش حد الصراحه. مين؟ المستشار لا ما سابش والله حد. كانوا 13 واحد بس. بس ما اه شاء الله 13 واحد بس، اه و13 واحد ما شاء الله من يعني. اللي هم كانوا عاملين زعماء لاحداث 25 يناير. هو خلص على الكل، فاكر حلقه اه دي وقال له واشنطن بوست اه فاكر. اه فقعدت مقفولة حوالي 19 يوم، ورجعت ازاي؟ ورجعت بالتماس برضو تقدمت بيه للجهات المختصة يعني. ورجع. ورجعت طيب. بس كان في شرط ان انا ما اسيبوش يطلع على اول واحدة. لازم حد يسيطر. اه ما هو بعدها ما ما رضاش حبش. يطلع. هو ما حبش الموضوع. لانه هو زعل نفسه يعني، هو زعل وجي عزم عليها بفلوس علشان الفترة دي طبعا انت عارف معاك عاملين الناس يعني. وقفت طبعا. فالعاملين دول عايزين بياخدوا رواتب مرتبات رواتب ما لهمش طبعا. ذنب يعني. فاجي يديني فلوس، قلت له لا مش هاخد فلوس. قال لي طب انا عايز اعرف المرتبات كام عشان اساهم في دفعها، مم. لان بسبب. قلت له المرتبات كذا، قال انا عليا التلت. قلت له ماشي ادفع التلت، فدفع تلت المرتبات الحقيقه.